بصراحه مش عاجبني اللي بيحصل للشناوي في اخر 48 ساعه. الشناوي احنا قلنا هنا ان هو عنده اخطاء، مش مركز تركيز 100%، قلنا كل الكلام ده كله، بس ما ينفعش ان انت من الاشاده وان الشناوي سوبرمان لان الشناوي ما عندوش فكره، وان الشناوي راجل وحش قوي لدرجه ان هو ما يلعبش كذا وكذا وكذا. لا، دور على الاسباب الحقيقيه. الشناوي جول كيبر كويس جدا، احسن جول كيبر في مصر دلوقتي وانا بكلمكم. احسن جول كيبر في مصر. الشناوي احسن جول كيبر في مصر دلوقتي وانا بكلمكم. عنده اخطاء وبيمر بحاله ممكن الماتش اللي فات ما خدمتوش، او الهدف المبكر وممكن داي اوف بالنسبه للشناوي. انما مش ما ينفعش ان الموضوع يتقلب 180 درجه ان الشناوي كذا وكذا. يا جماعه لازم نحافظ على اللعيبه بتاعتنا، لازم نحافظ على اللعيبه بتاعتنا، لان انت بتتكلم على الجول كيبر بتاع منتخب مصر الاول. انتوا يا جماعه رفعتوه السما في ماتش سان داونز هنا، وبعدين بعديها باسبوع 10 ايام الراجل ده جول كيبر تعبان. ولا لا، الشناوي جول كيبر كويس جدا وحارس مصر الاول دلوقتي وانا بكلمكم. محتاج ان انت يبقى فيه برضو توازن في التعامل معاه، لانك النهارده كنادي اهلي وكمنتخب مصر انت لو خسرت الشناوي انت في ازمه، انت في ازمه. فبقول لجمهور الاهلي انتوا عندكم جول كيبر كويس جدا جدا، يعني من الحراس المميزين جدا اللي جم في تاريخ مصر الشناوي. النهارده في ممكن ان انت في سوء تعامل مع موقفه، وانا قلت لكم ان لازم انت ساعات لما بتجيب للعيب بتجيب له حد ينافسه قوي، انت بتخدمه وبتحميه، وهو ده اللي بيحتاجه الشناوي. وانا قلت من فتره كبيره، لكن لازم التناول الاعلامي يا جماعه حتى للجمهور على السوشيال ميديا ما تذبحوش الراجل. انا في رايي ان هو محتاج دعم دلوقتي. انت راجل ياما شلتنا، المفروض الطبيعي ان ياما شلتنا، وان انت راجل كويس، وان انت راجل شلت النادي الاهلي وشلت منتخب مصر في ماتشات كتير، ودلوقتي انت وحش. لازم تفهم ان انت وحش، لكن احنا لسه بندعمك، فالاهلي داخل على ماتشات صعبه، والمنتخب مصر داخل على ماتشات صعبه، والفريقين منتخب مصر والاهلي محتاجين الشناوي. لازم يبقى فيه دعم في الوقت ده، مش مره واحده الراجل صحينا لقينا ان الشناوي وحش. كان وحش في ماتش. وانا النهارده اخترت ان انا اعمل الانترو بتاعتي عن التناول الاعلامي للاحداث، وازاي ان احنا ما عندناش ميزان للتناول الاعلامي بتاع الاحداث بتاعتنا.